اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فوازير ومنين يا بلدينا. واحنا بلدنا ايه؟ والمفروض تقولوا لنا اسم المحافظه اللي احنا بنتكلم عنها. احنا النهارده في عروس الصعيد، واحده من ضمن اهم محافظات صعيد مصر بسبب موقعها المتوسط وما تضمه من مواقع اثريه فريده. ده غير انها كانت مسقط راس لزوجتين لنبيين من انبياء الله. رقم واحد السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. اتنين السيدة هاجر المصرية زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. مع توحيد الملك مينا لقطري مصر العليا والسفلى فكانت مصر مقسمة إلى 42 إقليم، وكانت محافظتنا الإقليم رقم 16، وكانت بتسمى في ذلك الوقت باسم المها نسبة إلى المها إحدى أنواع الظباء المنتشرة بها. أما عن الأسماء اللي تم إطلاقها على محافظتنا في العصور المختلفة وكان سبب في تسمية محافظتنا باسمها الحالي، فهنلاقي إن في عهد الأسرة الرابعة من عصر الدولة المصرية القديمة كان بيطلق عليها اسم معدة وبتعني مرضعة خوف، وفي العصور القبطية تم إطلاق اسم منى على محافظتنا وبتعني المنزل، وفي العصر الإسلامي سميت محافظتنا باسم بنية ابن الخصيب، وده لأن الخصيب ابن العزيز ابن الخليفة العباسي كان يتمنى أن يحكمها وتحققت له أمنيته. وكانت كلية محافظتنا في بعض الأوقات بيطلق عليها اسم منيا الفولي، وده نسبة إلى العالم الإسلامي أحمد الفولي الذي أقيم بها. كانت محافظتنا عاصمة لمصر في الفترة ما بين 1390 ل 1373 قبل الميلاد، وذلك لإقامة إخناتون والجميلة نفرتيتي في قرية تل العمرد مقر عبادة الإله آتون، والذي يرمز إليه بقرص الشمس، لتكن محافظتنا أول محافظة يصدر منها دعوة للتوحيد في تاريخ البشرية لعبادة إله واحد وهو الإله الآتوني. في العصر اليوناني عبد فيها الإله تحوت إله الحكمة والمعرفة، وفي العصر القبطي بني في محافظتنا كنيسة السيدة العذراء متزامنا في الوقت مع بناء كنيسة القيامة في القدس، وهي إحدى أهم المواقع التي مرت بها العائلة المقدسة. في أواخر القرن السابع الميلادي وصل الفتح الإسلامي إلى محافظتنا، وده كان في عهد عمر بن الخطاب، فأزال حكم الرومان الشرقيين عنها وانتشر الإسلام فيها وأصبح الأغلبية العظمى يعتنق الإسلام. في 18 مارس من كل عام بتحتفل محافظتنا بالعيد القومي ليها، وهو اليوم اللي بيواكب ذكرى انتفاضة شعبي ديل بواس وولاو ضد الاحتلال الإنجليزي لاعتقالهم سعد زغلول. فانتظروا القطار القادم من الجنوب وبيحمل مفتش السجون الإنجليزي بوب وحركوا القطار بمنفي. أما عن مساحة محافظتنا فبتبلغ مساحتها حوالي 32279 كيلومتر مربع، 10 مدن، 9 مراكز، 57 وحدة محلية، وعدد سكانها حوالي 6,433,143 نسمة. أما عن أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا فمحافظتنا بتصغر بالأماكن الأثرية الفريدة من نوعها، فيوجد بها منطقة الأشمونيين، وهي منطقة كانت عاصمة للإقليم 11 من أقاليم مصر، وبتضم العديد من الآثار لعصور مختلفة، بها العصور المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، المسيحية والإسلامية. وأهم هذه الآثار هي الإله تحوت، بقايا السوق اليوناني، بقايا كنيسة على النظام البازليكي. منطقة تل العمل، ودي المنطقة اللي اختارها إخناتون لتكون عاصمة لمملكته الجديدة المسماة أخيتاتون لعبادة إله واحد وهو الإله الآتوني. أما على المساجد الأثرية اللي موجودة في محافظتنا فهنلاقي فيها العديد من المساجد، منها مسجد العمري ومسجد اللمطي ومسجد اليوسفي اللي بيرجع تاريخهم إلى العصر الفاطمي. كمان هنلاقي مسجد الوداع وهو أقدم المساجد اللي موجودة في محافظتنا وتم تجديده مرتين في العصر المملوكي والعصر العثماني، ومسجد الشيخ عبادة وهو أول مسجد في بلاو بيوجد به مأذنتين للعصر الأموي والعصر العثماني. كمان من أهم المعالم السياحية والأثرية الدينية في محافظتنا دير السيدة العذراء، واللي استلزم بناؤه مع بناء كنيسة القيامة في القدس، وبيوجد بالدير كنيسة محفورة بالصخر أقامتها الإمبراطورة هيلانا في القرن الرابع الميلادي، وتوجد به بعض الأيقونات اللي بيرجع تاريخها للعصور الأولى من العصر المسيحي. كمان من أهم المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا مقبرة بيتو ثوريس، وهو الكاهن الأكبر للإله تحوت. بيرجع تاريخ هذه المقبرة
إلى العصور البطليمية، وهي عبارة عن مقبرة ومصلى أي معبد صغير. كمان هنلاقي من ضمن المعالم السياحية اللي موجودة في محافظتنا مقبرة باهو، وهو رئيس الشرطة في عهد إخناتون، وبتعتبر مقبرته من أفضل المقابر المحتفظة بحالة جيدة. وهنلاقي على جدران المقبرة نقوش بتوضح واجبات باهو الشرطية. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كل فين النهارده؟